نقعد في الشارع على الرصيف. انا بالنسبه لي الشارع احسن من البيت واحسن من معاه قعدته. انت عندك كام سنه؟ 14. تنام في الشارع ازاي؟ ايوه. انت حرام والبيت انا كتبت باسم اخواتك مالكش حاجه عندي. انا عايز يعني حته بات فيها وحد يدخلني مدرسه. امال انت بتبات فين؟ نقعد في الشارع على الرصيف. ما رحتش لامك؟ رحت لامي بس هي ضربتني، قالت لي انت جاي تخرب عليا، انت مش ابني، انت جاي تقعد معايا ليه؟ انت ابوك هو اللي بعتك انت وانت وضربتني بالشماعه. حرب كده قالت لي انا ولا مع السلامه. انت عايز تساعدني؟ انا احمد ربنا ان هو اصلا مشاني بهدوم زي دي، يعني عرفت اخد هدومي. كان بيبيتني تحت كوبري طلقه اسبوع، كان برضه طاردني مش اول مره. يعني كان عارف ان بنته نايمه تحت الكوبري وسايبك؟ ايوه عارف كل حاجه. لما يرمي بنت بنوت في الشارع عشان خاطر واحده لسه متجوزها انت عندك كام سنه؟ 14. تنام في الشارع ازاي؟ ايوه. انا ابويا بيشقيني وطلعني من صنعتي ودروسي. الشارع وحش يا زياد، لسه صغير. هو اللي طلعني من صنعتي، كنت صنايعي ميكانيكي. هو اللي طلعني من المدرسه، هو اللي طلعني من الدروس. كنت عايز اكمل بس هو خليني الم خرده، وانا مش حابب يعني اقعد معاه. وكان بيقول لي انت عندك وسواس وقفتي على اخواتك وقفتي حالك ولو مشيت من البيت حنا هيصلح. وكان بيقعد يدعي عليا دايما ويشتمني كل يوم وكل شويه. فلما زهقت بقى وتعبت سبت البيت ومشيت. انت مش هتتجوزي وهتعنسي وهتفضلي كده لحد ما تتجنن وشعرك يشيب وتموتي. انت امك جايباك شوف امك جايباك منين. انت حرام والبيت انا كتبت باسم اخواتك مالكش حاجه عندي. جوزي حلف عليا يمين طلاق اللي انا ما اخشش البيت. كهربوني ولسعوني في ايديا الساعات اهيت. كهربوني ولسعوني في ايديا ورميني في الشارع. فضلت مرمي في الشارع شهرين. السلام عليكم. دايما بيتكلمونا عن بر ولادين ودي شيء عظيم جدا ربنا امرنا بيه، بس انا النهارده مش جاي اتكلم عن بر ولادين، انا جاي اتكلم على الوالدين اللي بيرموا اولادهم في الشارع، عن الاب والام اللي بيقرروا فجاه ان الطفل ده ملوش لازمه في حياتهم. ازاي بتقدروا تناموا وانتوا سايبين حته منكم مرميه في الشارع؟ فين الرحمه اللي ربنا زرعها فيكم؟ حتى الحيوانات بتحافظ على عيالها، هتيجوا انتم ترموا عيالكم في الشارع؟ طب ازاي؟ اقنعوني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم لا يرحم. طب وانت بقى فين الرحمه في قلبك وانت مش عارف ان ابنك اللي رميته في الشارع دوت جعان ولا عطشان ولا نايم فين ولا انضم لمين ولا تعبان ولا ميت ولا عايش؟ فين بقى الرحمه في قلبك؟ اصل الطفل ده ما جاش الدنيا باختياره، ده جه عشانكم، انتوا السبب، انتوا الباب الوحيد اللي بيشوف الدنيا منه. فين صفه تانيه بقى مش باللي بيرمي عياله في الشارع، لا ده اللي بيربوهم بكلمه توجعهم او نظره تكسرهم او بمقارنه تخليهم يكرهوا نفسهم. تخيل مثلا يكون ابنك شايفك انت العقبه في حياته مش السند ليه، او بنتك كل يوم بتبكي بسببك. سيدنا محمد قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو انت مش قد المسؤوليه ليه بقى خلفت من الاول؟ عارف ايه اكبر مشكله؟ ان في ناس بتدفع دم قلبها عشان ربنا يرزقها بطفل وانت ربنا كرمك تيجي انت ترميه بسهوله. شفت غباء اكتر من كده؟ انا مش بقولك تكون شخص مثالي، بس كفايه تكون سند. قال تعالى وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. فما بالك بقى باولادك اللي في رقبتك وهتتسال عليهم. المفروض بقى بيكون في قانون بيحاسب اي ام او اب بيرموا عيالهم في الشارع، ويكون في جهه بتحمي الطفل لو كان اهله اذى عليه. نرجع لنقطه مهمه دلوقتي لكل اب وام سامعيني، لو انت بتعمل كده مع اولادك وانت مش واخد بالك انك بتاذيهم بتجرحهم بالكلمه او بتقارنهم بحد، حاول تصلح من نفسك وتعاملهم معامله احسن من كده. واحد يقول لي انت مال اهلك، انت معاك حق والله، ده اولادك اعمل فيهم اللي انت عايزه. اصل يمكن الكلمه اللي انت بتقولها هي اللي بتكسره، مع انك لو حضنته هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تطمنه. ونيجي بقى هنا المسؤولين، يا ريت حد فيهم يتحرك، لان في اطفال بتتدمر بسبب اهمال الاهل. مش كفايه نشوف الطفل يتعذب او يموت عشان نتحرك، اصل الطفوله محتاجه قانون مش مجرد دموع على الفيسبوك. وفي النهايه حابب اقول لكل واحد فينا زي ما بنتمنى نكون ولاد صالحين، لازم كمان نحلم ان احنا نكون اباء وامهات صالحين، لان ولادنا مش لعبه، ولادنا امانه. سلام.